كرمت سفارة المغرب في الأردن الإطار الوطني حسين عموتة نظير ما قدمه مع منتخب النشامة في نهائيات كأس آسيا الذي احتل فيه المركز الثاني. وأقام سفير المملكة في عمان فؤاد أخريف حفل استقبال تكريمي على شرف الاتحاد الأردني لكرة القدم وعموتة وطاقمه التقني بعد إنجاز كأس آسيا. وهنأ السفير المغربي اتحاد اللعبة بالأردن على إنجاز هذه البطولة، منوها بأداء اللاعبين وخبرة الإطار الوطني وطاقمه، مشيدا بالصفات الإنسانية لعموتة ومسيرته المهنية المتميزة في المغرب وخارجه. وعبر أخريف عن اعتزاز المغرب بما يملك من رأسمال بشري من خلال الأطر الوطنية، وبمساهماتها القيمة في تطوير مسيرة الرياضة، وبما حققته من نجاحات وإنجازات في كرة القدم أو في غيرها، بفضل الرؤية الشاملة والمتبصرة للملك محمد السادس، موضحا أن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال يندرج في سياق هذه النجاحات التي تحققت بفضل عاهل البلاد وضمن النهضة التنموية الشاملة التي يقودها. وتميز هذا الحفل بتقديم دروع تذكارية إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم والمدرب المغربي حسين عموتة وطاقمه الفني، كما قدم الاتحاد هدية للسفير المغربي عبارة عن قميص وشعار المنتخب.